السلام عليكم. فيديو النهارده هنتعلم ازاي تعمل منتج شكله سهل وبسيط على بلندر. لو في اي حاجه مش واضحه هتلاقوها هنا موجوده على يمين الشاشه. وفي اوقات مش بيتكتب، يعني انا مثلا لو رفعت الكيوب ده في الاتجاه الزد هو مش بيكتب لنا في اتجاه الزد، بس انا هتلاقيني عادي بقول لكم ان هو في اتجاه الزد. يعني هنتابع الموضوع خطوه بخطوه. فيلا بينا نشوف هنعمل ازاي. اول حاجه هعملها وانا همسح الكيوب اللي عندي ده وانزل بداله اسطوانه، هرفعها برضو في اتجاه الزد، جي زد 1. وهخش على الايديت مود يا اما من تاب او من هنا، وبعدين هدوس الت زد عشان يخلي الموضوع فيه شفافية. عشان انا دلوقتي لما بحدد، هو انا دلوقتي مش مفعله الالت زد كده، هو بيحدد لي ايه؟ بيحدد لي الجزء اللي هو شايفه قدام الشاشة ده، ما بيحددليش اللي ورا. فانا لما اجي ادوس الت زد انا دلوقتي مش محدده حاجه كده، هو حدد لي كله. فانا دلوقتي محدده على الالت زد ورقم 3، وبعمل بقى ايه؟ كنترول بي. اوقات مثلا لما اجي اعمل كنترول بي بيظهر لي بالشكل ده، يعني ما بقاش فيه شكل، ما بقاش فيه سيجمنت. فانا بدوس بقى من البلس اللي عندي في الكيبورد على حسب اللي انتوا عايزين. كل ما كانت اكتر كل ما كانت فيه يعني شوية انسيابية بسيطة. هو هنا عندي 5، فنخش على نشيل الت زد بقى. طيب ممكن اكبر بس شوية من تحت كده، ومن فوق كده اقول جي زد. عايزة اخليها شوية طويلة مش قصيرة كده. بعدين كنترول بي، ازود نفسها برضو 5، بس اصغرها شوية. حلو. دلوقتي عندي الشكل ده هو فلات، انا عايزه اخليه سموث. اعمله ازاي؟ كليك يمين واقول له شادو اوتو سموث. او في طريقه تانية، هو انكم ممكن مثلا تيجوا من هنا تخلوه من هنا. متوقع، بس هو الطريقه التانية دي اسهل، دي اللي بحبها اكتر على طول يعني وانتوا شغالين. هنا تحس فيه كده حاجه مش تمام. من فوق بقى عايزه اخليها انزلها شويه، اقول له جي زد نزل سنه بسيطه، يعني عشان يكون هنا هطلع منها الشكل اللي فوق بتاعت الازازه. اقول شيفت دي عشان يعمل لي يكرر لي منها تاني، وبعدين هروح دايسه على حرف البي. ليه؟ عشان انا عايزه احددها لوحدها، يعني دي هتبقى عندي لوحدها ودي لوحدها. لما اخش دي لوحدها تبقى، يعني دي تبقى ايديت مود لوحدها نهائي. فهنيجي هنا نقول حرف الاي عشان نخليها شويه فوق كمان. حلو. ممكن نيجي من هنا نضيف موديفاير ونقول له لا كده بس. حلو، يكون ده عندي الغطا. ممكن كمان نعمل من هنا ده. مش لازمة. وهاجي عند دي واقول له اس وحرف الزد شوية، نجي حرف الزد شوية. طيب انا عندي هنا دي لما اجي احركها او لما اجي اعمل لها مثلا سكيل بتتحرك على اساس ايه؟ على اساس اللي هي النقطة اللي هنا دي هي المحور بتاعها. فانا عايزة اخليها لا تبقى في النص. هعمل ايه؟ هدوس كليك يمين واقول له ده، هيروح منزلها لي تحت. هي دي بقى اروح سحبها من فوق. واجي دلوقتي هعمل سكيل، لا معمولة سكيل، يبقى المحور بتاعها في وسط بالظبط الغطا. هرفع شوية الغطا فوق
وهاجي عند هنا دي عايزة اعمله ايه، ادوس حرف الاي اصغرها شوية، بعدين ادوس حرف سوري هدوس حرف الاي، بعدين ادوس حرف الاي هنا دي وكده شكلها بقت الطف. حلو، ممكن دي بس نكبرها او نخلي دي تظهر لوحدها ازاي من الكيبورد فوق اللي هي عند الارقام، مش عارفة العلامة اسمها ايه بس هي جنب النجمة، انتوا اكيد هتبقوا عارفينها. جنب الاي وبعدين حرف الاي وادخلها شوية كده جوه. تعالوا بقى نشوف، كبر شوية. لطيف كده، احنا حوالي خلصنا يعني 60% من الشغل. متنسوش تعملوا كنترول اس علشان الشغل ما يضيعش. وهنيجي هنا بقى تاني نحط بقى الحاجات بتاعتنا. بيبقى فيه كده لزقة ورقة على على الازازة يعني بتاعتنا، فاحنا هنعملها بشكل بسيط جدا. هي ان احنا هنحدد ده، وبعدين هندوس شيفت الفيس اللي جنبها، بعدين الت شيفت، هي حددت لنا خلاص. انا عايزه احدد بس المحور ده. ليه بقى؟ هعمل برضو شيفت دي، عايزه اخليها لوحدها، بعدين ارجعها كده حرف البي، فبقت دي عندي لوحدها بقس بسيطة جدا، يعني اللي هي حاجة لا تذكر، علشان كأن دي بس الورقة اللي متغلفة بيها. تمام كده هنا بس يعني مش عارفة. تمام. نيجي بقى نعمل ازاي بقى علشان نشوف شكلها. عايزين نشوف بس شكلها كده، يعني عايزين ناخد لها كأنها بناخد صورة. نيجي نعمل ازاي كده من فوق، طبعا الشكل اللي انتوا عايزينه، بعدين كنترول الت زيرو، ندوسوا بقى نحددوا الكاميرا كده، ندوسوا حرف الجي، نشوف انتوا عايزين تودوها فين. كده كده مش عايزين خالص مثلا، عايزينها من فوق، براحتكم، بس انا حبيت الشكل ده اكتر. ممكن كده شويه كمان. نجيب جي واكس يعني عشان تبقى ثابته الحركه معايا. طيب هنيجي بقى عند نلونها ازاي، نحط الورقه دي اللي عندنا دي ازاي. تعالوا بقى نعملها. ندوس على الشيدنج فوق، وبعدين هندوس على الورقه. انا يعني اهم حاجه عندي الورقه عشان هي مش اصعب حاجه، بس هي من الحاجات اللي هتفرق قوي معانا في الشكل. بعدين الصوره هتبقوا انتوا مجهزينها وهتلاقوني انا حاطاها لكم تحت. آم، طيب انا هنا سحبت بس الصوره، يعني خدت الصوره كانت على الديسكتوب ورحت مدخلاها على طول. الموضوع يعني مش صعب. هتلاقوني بوصل الكلر مع البيس كلر بس كده. شكلها ظريف وحلو. مش عاجبكم بقى الصوره مثلا، عايزين صوره تانية براحتكم يعني، زي ما انتوا عايزين. هنا متوقعش ان احنا ممكن نغير حاجه. بس تيجي بقى هنا كده ملناش غير حاجة بسيطة بس ان احنا نلون الازازة. هنيجي بقى ممكن نفضل نغير هنا في الالوان براحتنا يعني، او ممكن تيجوا هنا ده طبعا مش بتلقط نفس اللون قوي. انا عاجبني اللون ده اكتر، ممكن نغمقه شوية بس عشان يدي كأنه احساس إنه عصير برتقال ظريف. دي خليها نفس اللون ده برضو. ممكن بقى هدوس على، عايزة اخليهم هما الاتنين نفس الماتيريال بقى من غير ما ارجع واشوف دي وادوس على دي واكتب نيو كل الحاجات دي. يعني هدوس هنا نيو، لا مش هعمل كده. هدوس على
على الغطا اللي عندي، انا عايزاه يبقى زي الازازة دي، هروح دايسة عليه دوس كنترول ال واقول لينك ماتيريال بس. وهنيجي بقى نرجع لللاي اوت، نرجع نحط بقى حاجة يعني كده تبقى زي ما تكون خلفية بلين، وبعدين فلور خلينا نفتح دي، هتبقى عندي الكاميرا ودي عندي الحركة اللي انا عايزة اتحركها. نخش على الايديت مود ونحدد الحرف اللي هو بس في الظهر دي، ندوس حرف الاي والزد تمام. وبعدين هدوس عند الحد اللي عندي ده وادوس كنترول بي بلس. تمام اغير له بقى شوية، اجيب لون جديد. حلو اللون ده، عايزة اخليه اللي هو يبقى فيه شوية اضاءة كده اللي هو كأنه منور. وبرضه وبس كده عندي البتاع اكتملت. هنيجي بقى نرندر بقى ازاي هنا. انا مش هرندر على ايدي، صح احنا محطناش الاضاءة، مبحبش الاضاءة دي، هحط اريا بحرف الزد واخلي الاضاءة 50 مثلا، مش عايزاها تبقى لونها ابيض صريح. وهنا على الشادو، وهاجي هنا عايزاها تبقى اليبس. هنيجي هنا بقى عند الايدي هنغيرها ونخليها سايكلز، ومش هرندر على السي بي يو، هرندر على الجي بي يو. وهدوس هنا برضو دي متداسة، دي مش عايزاها تبقى كده الرقم ده كبير قوي، فانا حوالي ممكن ارندرها على 50. برضو 50 رقم كبير شوية بالنسبة يعني الشكل اللي احنا عاملينه. و برضو لا، دي برضو بتسرع الرندر اللي عندي. اتوقع بس خلاص يعني. ماشي. اللي ناقص هنا عندي لو انتوا مثلا يعني كنتوا عاملين موديفايرز بقى كتيرة، فاحنا مش عاملين غير واحدة بس، فهنيجي ندوس هنا نقول ابلاي عشان برضه بتسهل اوي الريندر. وهنيجي نشوفها بقى هنا. الإضاءة مظلمة شوية، فممكن أكرر الإضاءة Alt D و R. خليني أوقف بس ده كده. Alt D كمان. يا سلام، عايزة أخليها ورا الكاميرا عشان تبقى كأنها منورة يعني في وشها. تيجي بقى نشوفها.
حاسة انها بقت منورة. احنا بس ممكن نوقف ده ونقول ريندر على طول. A few moments later.